السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم عملت معكم وصفات سهلة واقتصادية. بدنجان استطحى بالدجاج، أو تحبي ديريها بالفيونداسي، اللحم المفروم أو الدجاج المفروم. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها بصوص طوماط. نروحو مباشرة للوصفة والمقادير. سلام، راح نبدأ معكم الوصفة. راح نعمل معكم باذنجان، وصفة جديدة إن شاء الله بصوص طوماط، إن شاء الله تعجبكم. راح نشوفوا أول شي صوص طوماط. عندنا ثوم والرند. راح ندير الزيت، خليهم يتقلاو معنا شوية. هكذا بعد ما يتقلى معنا راح ندير صوص طوماط، يعني طماطيش مرحية، فلفل عكري، الكمون، الملح. هكذا نقص لهم النار ونخليهم يطيبوا معنا مليح. نديرو فلفل اسود هكا، من بعد نرجعو لها هكا. بعد ما تقلى نديرو لها، نرقوها بالماء. هذه هي صوص طوماط. راح نديرو لكم كيما قلت لكم باذنجان مثوم ولا شطيطحه باذنجان. عندنا الدجاج، عندنا الخردل، عندنا المعدنوس، عندنا الفلفل الكحل، عندنا الزنجبيل. وهنا راني دايره الباذنجان غليتو كما راكم تشوفوا، وطحنتو يعني ربزتو فقط، والملح هكذا، ونخلطو مع الدجاج. تحبي ديري بالفيونداسي ديري فيونداسي اللي عندك. هكذا نديروهم بولات. ما تنساوش الثوم، 4 فصوص ثوم. هكذا زدت لها ثوم درت لها الكمون والملح ولا شابلور والجبن. الجبن اضافه، اذا ما عندكش ما ديريش، واش عندك في الدار ماشي شرط. هكذا هكذا نديرهم بولات، نحطهم في لاشابلور باش نقلوهم هكذا. من بعد نديروهم في الصوص تاع الطوماط. تحبي ديريهم مباشرة في صوص طوماط ديريهم، تحبي تقليهم انا راح نقليهم بعد نديرهم في صوص طوماط هكذا. ان شاء الله تعجبكم الفكرة. باذنجان ونقليه مباشرة هكذا، ونديرو يتقلى معنا.
ونقلبهم. بعد ما يتحمروا معانا نحيهم، شوفوهم في الطبق. هذه هي الصوص، راح ندير فيها هذوك الكريات، تحبوا ترجعون تحبوا تخلوهم هكذا. نقطعوا لهم المعدنوس. خلوهم على نغلة قليلة ياخذوا شوية 10 دقايق ولا 5 دقايق، وتقدميهم في طبق التقديم. هذه ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بالباذنجان، ما تبانش معكم باذنجان شطيحة باذنجان ولا بالصوص طوماط. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تعملوا لنا اشتراك وجام وبرتاج. سلام، وصفة اخرى ان شاء الله.